لو قلتلكم إن آخر ملوك مصر كان عنده 16 سنة بس لما قعد على عرش بلد من أعظم بلاد الدنيا، ولو قلتلكم إن اسمه اتعلق ما بين ملك محبوب وملك مخلوع، هتعرفوا إن أنا بتكلم عن الملك فاروق الأول. الملك فاروق اتولد سنة 1920، كان ابن الملك فؤاد الأول والملكة ناظلي. اتربى في القصور وتعلم تعليم أوروبي راقي جدا. بعتوه إنجلترا يدرس في أكاديمية وولش العسكرية، لكن مرض والده خلاه يرجع مصر بدري وما كملش تعليمه هناك. سنة 1936 بعد وفاة والده اعتلى فاروق العرش وهو لسه مراهق صغير. الشعب المصري كان شايف فيه أمل، ملك شاب وسيم بيتكلم عربي وإنجليزي وفرنساوي وقريب من الناس، لدرجة إن الصحف وقتها سمته الحلم الجميل. الملك فاروق بدأ حكمه بشعبية كبيرة، كان بينزل للناس، بيتواصل معاهم، بيدخل محلات وسط البلد، يمشي في الشارع. كان في ناس شايفاه قريب من قلب الشعب، مش زي ملوك أوروبا. لكن مع مرور السنين الحلم ابتدى يتبخر. مصر وقتها كانت محكومة باتفاقيات مع الإنجليز، رغم إن الملك فاروق كان الملك، لكن الإنجليز كان ليهم الكلمة العليا. الشعب كان متضايق والحركة الوطنية شغالة، وفي وسط ده بدأ يظهر صراع ما بين القصر والوفد والإنجليز، والملك فاروق كان بين كل ده. هنا ابتدى الجدل. في ناس قالت إن الملك فاروق انشغل بالقصور والنساء والصيد والرحلات بعيد عن هموم البلد، وإن الفساد عم الأصل. لكن في ناس تانية وأنا منهم شايفين إن الإعلام كان بيبالغ، وإن جزء كبير من الصورة دي كان مقصود يتصدر علشان يضعف مكانته. الحرب العالمية التانية كانت لحظة فاصلة. الإنجليز فرضوا سيطرتهم على مصر بشكل كامل، لدرجة إنهم أجبروا الملك فاروق إن يعين مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء. في الوقت ده صورة الملك قدام الشعب اتلخبطت أكتر. لكن اللحظة الحقيقية اللي غيرت مصير الملك فاروق كانت سنة 1948، حرب فلسطين. الجيش المصري دخل الحرب بإمكانيات ضعيفة وانهزم قدام العصابات الصهيونية. الشعب المصري كله اتصدم، والغضب كله اتوجه على الملك فاروق. اتهموه إنه مسؤول عن الهزيمة وإن الفساد وصل للجيش. شعبيته اللي بدأت كبيرة ابتدت تنهار، ومع تزايد الغضب الشعبي ومع وجود تنظيم ضباط الأحرار اللي كانوا شايفين إن الوقت جه للتغيير، حصلت ثورة 23 يوليو سنة 1952 بقيادة محمد نجيب وجمال عبد الناصر. الملك فاروق اتقال له بوضوح الجيش حاصر القصر والسلطة انتهت، وبدل ما يقاوم وافق على التنازل عن العرش لابنه الرضيع أحمد فؤاد الثاني، وسافر برا مصر على اليخت الملكي المحروسة. آخر صورة ليه في مصر كانت وهو واقف بيودع البلد من اسكندرية وبيسلم الحكم للثوار. عاش الملك فاروق بقية عمره منفي في أوروبا ما بين إيطاليا وفرنسا. كان عايش حياة متواضعة جدا مقارنة بالماضي، لدرجة إنه في آخر أيامه كان بيقعد على قهاوي إيطاليا يشرب قهوة عادي وسط الناس. اتوفى الملك فاروق سنة 1965 وهو لسه في عز شبابه، كان عنده وقتها 45 سنة بس، ولحد النهاردة اسمه بيعمل جدل كبير. ناس شايفينه آخر ملوك مصر اللي ظلموه وقالوا إن التاريخ ما أنصفوش، وأنا من الناس دي. وناس تانية شايفينه كان رمز للفساد والفشل وسقوطه كان طبيعي. لكن اللي متفقين عليه إنه كان ملك عاش بين الحب والجدل، وانتهت قصته كصفحة مثيرة جدا من تاريخ مصر الحديث.